السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل كريب حلو وهنحشيه بالموز. طعمه كده حاجة دمار، لازم تجربوه وتقولولي رأيكم. يلا نشوف الطريقة وان شاء الله تجربوه يعجبكم. ممكن نحط في بولة او في الخلاط كوباية دقيق، معاهم معلقتين كبار سكر واتنين بيضة ومعلقتين كبار من الزبدة السايحة، ونحط ذرة ملح صغيرة حوالي ربع معلقة، ونحط كوباية لبن. اللبن برضو يكون بدرجة حرارة الغرفة، وهنخلط الحاجات دي مع بعض كويس. ممكن نستعمل الخلاط او الويسك الاريح لنا، المهم ان احنا نخلطهم مع بعض كويس قوي. بعد كده هنصفيهم علشان نتأكد ان مفيش بواقي حبيبات من الدقيق وتخلي الكريب بتاعنا بعد كده ناعم خالص. هنصفيه كويس قوي وندخله التلاجة من ساعة لساعتين. بعد كده هنمسح الطاسة بشوية زيت صغيرين جدا. الطاسة ما تكونش سخنة قوي، تكون كده حرارتها متوسطة، وننزل فيها بالكريب بتاعنا. وزي ما قلتلكوا ضروري الطاسة ما تبقاش سخنة جدا علشان ما تلسعش الكريب بتاعنا وما ينشفش مننا. ونرش رشة زيت بسيطة خالص ونحط فيها الكريب بالشكل ده، ونفضل كده نحرك الطاسة بتاعتنا علشان نتأكد ان هو متوزع في كل جزء كويس. واول ما تبدأ كده تعمل خروم كده بالشكل ده وتبدأ تنشف من الوش، ما يبقاش فيها سائل تاني، تبقى كده خلاص جهزت معانا. نقلبها على الجنب التاني. برضو هنسيبها اقل من دقيقة، حوالي كده بس 30 ثانية. اول برضو ما نلاقيها ان هي خلاص مش بتلزق، نرفعها كده نلاقيها بتتشال، تبقى كده برضو الناحية التانية خلاص استوت. نبدأ نعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. برضو ممكن نستعمل مغرفة او نستعمل الكوباية دي اللي بيبقى ليها البوز كده بالشكل ده علشان نحط بسهولة. المهم ان احنا نوزع الكريب بشكل كويس، والنار تبقى متوسطة مش واطية قوي وما تبقاش عالية قوي علشان ما ينشفش. وان احنا نفضل نوزع كده في الصينية لغاية ما نلاقيه نشف وعمل حبوب كده او اخرام بالشكل ده. يبقى كده جاهز. نقلبه على الناحية التانية ونكرر الموضوع لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. لو لقيناه برضو فيه حتت نشفت مش متوزع فيها، ممكن بظهر المعلقة بتاعتنا او الاسباتيولا ان احنا نبدأ نوزعه كده بالشكل ده علشان نتأكد ان هو كله يبقى نفس الملمس بالظبط. برضو اول ما نبدأ نلاقيه كده بيتشال معانا، نقوم قلبينه على الناحية التانية على طول، ما نسيبوش كتير علشان هو بيتلسع بسهولة، وبرضو ممكن ينشف على طول. واول ما نطلعه من الطاسة بتاعتنا ان احنا نغطيه على طول بفوطة نظيفة علشان برضو ما ينشفش. بعد ما نخلص الكمية كلها هنبدأ بقى نعمل الموز اللي هنحشي بيه الكريب. هنحط برضو في طاسة معلقة زبدة، ونحط عليها معلقتين كبار سكر، ونحط ذرة صغيرة قرفة حوالي نص معلقة، وذرة صغيرة جدا جوزة الطيب، دي اختياري بس بتدي طعم حلو قوي مع القرفة والموز. وهنقلبهم كده مع بعض لغاية الزبدة ما تبدأ تدوب مع السكر والقرفة وجوزة الطيب. وطبعا الريحة واصلالكوا بتبقى عاملة ازاي. اول كده ما السكر يبدأ يدوب هنسيبه على نار هادية خالص حوالي 10 دقايق لغاية ما يدوب خالص، وننزل عليه بالموز المتقطع. انا مستعملة موزتين متقطعين كده شرايح بالشكل ده. هنحط الموز مع الزبدة والسكر والقرفة وجوزة الطيب، ونديله كده بس تقليبة بسيطة قوي نص دقيقة لغاية بس ما يشرب من الحاجات دي. وهنا ممكن نشيل الموز على كده، بس لو حطيناله بقى ربع كوباية كريمة بتخليه احلى واحلى، بتديله صوص كده حلو جدا مع الكريب، بيبقى فعلا متعة. بس زي ما قلتلكوا ربع كوباية الكريمة دي اختياري، ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش. انا هحطها وهسيبها كده دقيقة كمان لغاية الموز ما يشرب من الكريمة، ونشيله على طول ونبدأ نحشي الكريب بتاعنا. هنجيب بقى الكريب بتاعنا نبدأ نحشيه دلوقتي. هنحط كده اول واحدة وهنحط الحشوة بتاعتنا في اول ربع بالشكل ده. ناخد اول مثلث منه كده ونحط فيه الموز بتاعنا ونوزعه كده كويس، ونطبقه كده بالطريقة دي. سهل جدا مفهوش اي صعوبة خالص. هنطبقه كده بالشكل ده ويبقى كده خلاص جاهز معانا. ممكن بقى ان احنا نحط عليه شوية نوتيلا، نحط عليه صوص كراميل، ويا سلام بقى معاه كده ايس كريم فانيليا، بيبقى
في منتهى الروعة. وصوص الكراميل كمان معاه بيبقى حلو جدا، احلى كمان من النوتيلا. هحطلكوا اللينك بتاع صوص الكراميل، اعملوه معاه فعلا هتلاقوا احلى كريب كلتوه في حياتكم ان شاء الله. تجربوه يعجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس. شكرا.